بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا شوفوا احنا عاملين كفتة. شوفوا جميلة ازاي. يلا بينا هنوريكم احنا عملناها ازاي. اكلة جميلة والكل هيحبها بصراحة، والكل بيحبها. اي، عاملة شوية بصلصة وعاملة شوية كده مقليين للي يحبها ياكلها كده. بتبقى جميلة وهي سخنة. طبعا معانا النهاردة ايه؟ معانا رز ومعانا خضرة محشي. أهم حاجة في الأكلة دي خضرة المحشي. يعني اللحمة ممكن تستغني عنها، إنما الخضرة لا يمكن تستغني عنها. معانا توم ومعانا قرن فلفل كده، شطة سبايسي. معانا كام بصلة هي، 3 4 بصلات على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. معايا بهارات مرقة، فلفل أسمر، كمون، بابريكا، ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر أهم حاجة كمان. وطبعا معانا كيلو رز غسلاه ومصفياه بالمصفى، وإيه، وفردته في صينية كده لحد ما نشف. وهنضربه في المطحنة بتاعة الخلاط. هنطحن الرز في المطحنة بتاعة الخلاط. طبعا احنا هناخد الخضرة والبصل والثوم، هنضربهم في الكب اهو. البصل والثوم هنضربهم اهو ضربناهم اهو في الخلاط في الكبة اهو. وطحنا بقى، بنطحن بقى في الرز. المطحنة بتاعة الخلاط طبعا في كل بيت اهي. جميل جدا وناعم جدا. طحنته كله في المطحنة. تنسونيش في اللايك والاشتراك يا حبايب قلبي وتكتبوا لي كومنت حلو كده. اللايك يا جماعة، بالله عليكم اللايك اهم حاجة. اهو خلصت طحن الرز اهو في الخلاط. هنضيف المكونات دي كلها بقى على بعضها. المطحنة هي جميلة، وبتعملي فيها أي حاجة زي ما انت عايز. هنضيف بقى اللحمة المفرومة. طبعا اللحمة دي ممكن تستغني عنها. لو مش عايزة تعملي لحمة ما تعمليش. لو مش متوفرة عندك ما تعمليه. الرز بالخضرة وتعجنها مع بعضها كده وبتبقى جميلة. وبتبقى جميلة يا جماعة والله. بس أنا كان عندي حتة لحمة نص كيلو، قلت اما نعمل بيها. البهارات اهي. وطبعا نزلنا بالخضرة بالثوم بالبصل كله مطحون مع بعضه. وهنخلطها بقى مع بعضيها. هي أكلة الكفتة دي بصراحة جميلة يا جماعة والله. وهي يعني تغيير في الأكل. تغيير، لا لحمة على طول ولا فراخ على طول تغيير. أي خلطتها مع بعضها يا حبايبي. وإيه، وشوفوا أي عجينتها جميلة والله، ما ضفت لها أي حاجة. أي هنعملها كده بقى ونرصها على صينية. عايزة تحطها في التلاجة 5 دقايق، حطيها قبل ما تصبعيها كده أهي. شكلتها هي وعملتها صوابع أهي عشان نقليها في الزيت أهي. هنقليها في الزيت بقى أهي. تحط زيت كتير في الصينية أو الطاسة اللي بتعملي فيها. ما شاء الله يا جماله، يا جماله، يا جماله على الكفتة. جميلة جدا. عندي بقى الأولاد كانوا واقفين جنبي وبياكلوا منها وهي سخنة كده أما بطلعها. هما بيحبوها سخنة وبيحبوها مقلية كده عن ما تكون في الصلصة كمان. وريحتها بقى ما أقولكوش على ريحتها يا جماعة. جميلة. أي شوفوا نطلعها بقى. هطلعها ايه علشان ايه؟ نحطها في الصلصة. اهي شفتوا؟ دهب يا ولاد، دهب. شوفوا لونها دهبي وجميلة ازاي. اهي
تحاولي ما تحمّريهاش أوي عشان ما تسمرش، على إن عليها خضرة وشوفوا يا جماله، يا جماله، يا جماله، جميلة جدًا. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعًا حطينا مرة تانية أهيًا، وهنعمل بقى الصلصة بتاعتها، الصلصة إيه معلقة توم، معلقة توم أهي، وهننزل عليها بعصير الطماطم على طول، أهي ما تسيبيهاش تتحرق، أهي. نزلنا بيها بالعصير الطماطم على التوم، وهنسيبها تتسبك كويس أوي، وبعد كده هنحط الكفتة، تحطي الكفتة فيها، دي معلقة صلصة، معجون طماطم، أهي معجون صلصة، تسيبيها بقى تتسبك كويس أوي، وأمّا تلاقيها جِبست طبعًا البهارات أهي ملح وفلفل أسمر وكمون وبابريكا وملح أبيض. ومكعبين مرقة أهُم أنا هارساهم مع بعضها، أهي، أدي البهارات بتاعة الصلصة، غير البهارات طبعًا اللي أنا حطيتها على الكفتة في قلب الكفتة، أهي، والله يا جماعة زي ما باقول لكم كده كانت جميلة، إمم، أمّا تتسبك كويس بقى أوي هنحط فيها ننزل بالكفتة فيها، أهي، ونسيبها تغلي بقى شوية كده ولحد أمّا تمسكيها تلاقيها استوت، أهي يا جماعة استوت وبقت زي الفل. ونغرفها بقى مع بعضينا أهي، بكده يا حبايبي خلصنا الفيديو، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وتقولوا لي رأيكم في الكفتة دي ايه رأيكم فيها، وتجربوها كده وتقولوا لي ايه رأيكم في طعمتها وحلاوتها. تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، تنسوش اللايك والاشتراك كده اللي أول مرة يشوفني، عشان أي حاجة أعملها يوصلكوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.